السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد وبالتالي جاي لكم بوصفة جديدة. هنعمل مع بعض أكلة شعبية بس بجد أكلة جميلة جدًا، وأكلة تفتح النفس وكمان أكلة تشبع. هنعمل صينية السردين الجميلة اللي أنتم شايفينها وكمان هنقلي سردين. أنا معايا طبعًا كيلو من السمك هاقسمه على نصين، نص هاعمل منه الصينية الجميلة اللي أنتم شفتوها، والنص التاني هاقليه. طبعًا النُص اللي هو أنا هاعمل منه الصينية زي ما أنتم شايفين أنا نضّفته، فتحت البطن بس بتاعته تحت المَيّة كده ونزّلت كل الحاجات اللي فيها، مش بتاخد وقت وسهلة جدًا. أنا كنت قبل كده عملت معاكم برضه صينية السمك دي أو صينية السردين دي، بس كانت بتتبيلة تانية، وكمان كنت قاطعة دماغه وديله. المرّة دي سايبة السمك هي بحالها كده أو السردينية بحالها بدماغها بديلها بكُلّه، بحالها بمالها يعني. فأنا طبعًا باجهّز بقى التتبيلة اللي أنا هاستخدمها. معايا حوالي طماطمتين متوسطين كده، ومعايا قرنين فلفل بارد وقرن فلفل حامي، ومعايا حوالي 10 فصوص كده من التوم. قطّعتهم زي ما أنتم شايفين وهانزل على الكبة بتاعتي أفرمهم فرمة كويسة. التتبيلة دي بُصّوا بقى بتودّي صينية السمك دي في مكان تاني خالص يعني. بجد تتبيلة ريحتها تحفة، بتقلب البيت كده أول ما تحطيها في الفرن وتبدأ تغلي كده. بتبُصّي تلاقي ريحة البيت اتقلبت، وكمان طعمها بجد طعمها جميل جدًا، وفي نفس الوقت مش حامية يعني، لأ باردة وكويسة يعني. فرمتها في الكبة زي ما أنتم شايفين. هابدأ بقى أضيف لها أتبّلها بقى بالتوابل اللي معايا. أحط الملح وأحط شوية كده وده طبعًا عصير ليمونتين. حطينا الليمون، عارفين أي سمك بيحب الليمون، ورشة من الخل، يبقى عصرنا ليمونتين عليها وكمان رشة من الخل. وأحط شوية كده من بهارات السمك، وكمان رشة كزبرة ناشفة أو شوية حلوين يعني من الكزبرة الناشفة، وكمان شوية حلوين من الكمون لإن السمك طبعًا روحه الكمون والتوم. هنقلب كده تقليبة ونركنها بقى على جنب. وبعد كده نجيب الصينية بتاعتنا ونجيب بصلتين كبار كده ونقطعهم دواير كده او حلقات زي ما انتم شايفين على يعني يكون نقطعهم يعني تكون الحلقة سميكة شوية ما تكونش رقيقة. وبعد كده نفك التشابك بقى بتاع البصل، بتاع حلقات البصل كده، نبدأ بإيدينا نفكه. أنا مش هادعك البصل ولا حاجة ولا هاكسر البصل، أنا عاوزة البصل الدواير سليمة زي ما هي كده. أنا بس هافك هافكها من بعضها كده، التشابك اللي بين الحلقات كده أو بين دواير البصل بس هافكها. وبعد كده هاتبلها بقى بالتتبيلة اللي معايا. يعني أنا مش هادعك البصل ولا أي حاجة، زي ما قُلت لكم أنا عاوزاه صاحي كده البصل، مش عاوزاه متكسر ولا ولا مهروس بإيديّا ولا كده. ومعايا طبعًا هنا فلفل، ده فلفل بارد، هو كان يُستحسن يعني الفلفل الرومي عشان كنا عاوزين نعمل شكل جمالي كده ونعمل حلقات الفلفل الرومي. بس طبعًا ما كانش متوفر عندي الفلفل الرومي ده، فأنا استخدمت الفلفل العادي اللي هو الشطة ده، بس دي شطة باردة مش حامية. طبعًا قطعتهم زي ما أنتم شايفين كده على البصل. ومعايا دي حاجة بسيطة كده من الكزبرة. خدنا طبعًا الورق بتاع الكزبرة ما خدناش العيدان. بصراحة يعني الكام ورقة بتوع الكزبرة دول هيودّوا لِك برضه الصينية دي في مكان تاني، هيدّوا لها ريحة حلوة أوي وهيدّوا لها كمان طعم حلو أوي. فحطينا طبعًا الفلفل والكزبرة على البصل، وهنبدأ بقى نضيف التوابل بتاعتنا على البصل عشان عاوزين برضه نتبّل البصل بتاعنا، مش كفاية إن هو ياخد من التتبيلة اللي إحنا عملناها دلوقتي في الكبة. طبعًا حطينا برضه شوية كده من الكزبرة الناشفة، وحطينا شوية من الكمون، وكمان حطينا شوية من بهارات السمك، وحطينا شوية من الملح، وحطينا شوية كتار كده من البابريكا يعني، علشان البابريكا هتدّي البصل لون حلو. وهنبدأ بقى نقلب بقى البصل مع الفلفل مع الكزبرة مع التوابل دي، ونقلبه تقليبة حلوة كده بالمعلقة، تقليبة بسيطة يعني. وده عصير برضو ليمونتين هنبدأ نضيفهم على البصل كده. وهنبدأ نسوي الصينية بإيدينا كده، مش هنكسر البصل ولا هندعك المكونات مع بعضها ولا أي حاجة، هي زي ما هي كده. هنطبطب عليها بإيدينا كده بالراحة ونرص البصل كويس كده علشان يعني نخلّي الصينية مستوية علشان نعرف نرُص السمك اللي معانا فيها أو السردين اللي معانا فيها. طبعًا هاخد السردين كده هارُص واحدة عكس واحدة، يعني هارُص واحدة من ديلها وواحدة من دماغها، يعني علشان الصينية يطلع شكلها حلو وتطلع الرصة متساوية يعني برضه. ما إحنا يعني مش عشان هو سردين يعني هنحمرق كده ومش هنضبّطه، لأ ده إحنا لازم نضبّطه. بجد جرّبوا يعني جرّبوه بجد صينية السردين بالطريقة دي جرّبيها. هو طبعًا السردين جماله إن هو بيتعمل بكذا وصفة وكذا طريقة. المقلي طبعًا بيبقى طعمه جميل برضه لمّا بيكون متّبل كويس بيبقى طعمه حلو أوي. وكمان المشوي أنا باحبه أنا وعيالي مشوي، مش عارفة أنا قُلت لكم والّا قبل كده والّا لأ، بس أكيد أنا يعني رغاية وأكيد قُلت لكم يعني. باحبه يعني مشوي
في الفرن بالردة، بيبقى حلو أوي. طبعًا أنا رصيت الصينية كلّها زي ما أنتم شايفين كده بالسردين اللي معايا، هابدأ باخد التتبيلة اللي إحنا عملناها في الكبة، وهابدأ بقى إيه أوزّعها كلّها على وش الصينية كلّها، أغلّف السمك بيها كويس، تغليفة كويسة. طبعًا إحنا مش هنضيف مش هنضيف مَيّة على الصينية بتاعتنا خالص، والبصل هينزّل مَيّته لإن البصل يعني طازة لسه فهينزّل مَيّته، وكمان التتبيلة برضه دي هتنزّل مَيّة، فهي دي المَيّة اللي هتنزل من البصل ومن التتبيلة دي هي اللي هتسوي لنا السردين، لإن إحنا عارفين السردين مش بياخد وقت في السوا وبيستوي بسرعة، فإحنا مش هنضيف مَيّة ولا هنضيف أي حاجة ولا هنغلّفه بورق سلوفان ولا أي حاجة، وإحنا زي ما شُفتوا كده غلّفنا بالتتبيلة كلّها اللي معانا، هنبدأ بقى إحنا ما حطيناش زيت خالص، هنبدأ بقى نحط رشة كده من الزيت على الصينية علشان يدّينا تحميرة كويسة، وطبعًا شرايح كده من الليمون هنضيفها كده على وش الصينية، بصراحة شرايح الليمون دي لمّا بتحمر كده في الفرن بتدّي ريحة جميلة أوي، وبتدّي طعم حلو برضه للسمك. طبعًا أنا دخّلته الفرن، وطبعًا دي السلطة يعني، فأنا بعد ما قطّعت الطماطم كده مع نفسي لأ، قُلت لأ، ده أنا هارجع وأقطّع الطماطم معاكم علشان عاوزة أتكلّم معاكم شوية يعني في حاجة بقى خارج الأكل وكده. إحنا طبعًا خلاص يعني كلّها يعني أيام بسيطة كده وندخل على شهر رجب. طبعًا شهر رجب ده من الأشهر الحُرُم، وشهر عظيم جدًا عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عظّمه، وهو أساسًا يعني من الأشهر الحُرُم، مش الإسلام هو اللي أطلق عليه أو هو اللي ادّى له لقب إن هو من الأشهر الحُرُم، لأ هُم العرب حتى الكُفّار في أيام الجاهلية كانوا برضه بيطلقوا على شهر رجب إن هو من الأشهر الحُرُم، كان ممنوع فيه قتال ومُحرّم القتال فيه، فعشان كده هو من الأشهر الحُرُم. فشهر رجب ده يعني الكُفّار كانوا يعني مدّيين له إن هو حاجة جَلَل كده، حدث جَلَل يعني، وبعد كده جه الإسلام عظّمه كمان وكمان يعني، وزي ما قُلت لكم كان ممنوع فيه القتال أو أي غزوة، ما فيش أي غزوة في الإسلام أو أي معركة كانت في شهر رجب، لإن ممنوع القتال في الأشهر الحرم اللي هم منهم شهر رجب. فطبعًا عاوزين نستعد بقى يعني قبل رجب ما يدخل علينا، إن إحنا طبعًا أنا صايمة على فكرة النهارده، يعني أنا باعمل لكم الفيديو ده يعني أصوّر الفيديو وأنا كنت صايمة. فأنا بقى بدأت أستعد، يعني أنا ما صُمتش من آخر 10 أيام اللي هُم بتوع ذي الحجة، هُم بيبقوا 9 أيام بس أنا باصوم من اللي هو آخر يوم في ذي القعدة، فباكمّلهم ال10 يعني. طبعًا رمضان خلص، صُمنا ال6 الأيام البيض وصُمنا شوية أيام بسيطة كده من شهر شوال، وبعد كده دخلنا على ذي القعدة خدنا إجازة. طبعًا أنا كنت باعمل عصير هنا، ده عصير برتقان عادي، واللي معايا ده مسحوق بودر كده بتاع جزر، بصراحة بيبقى حلو أوي، بيدّي البرتقال لون حلو وطعم حلو كمان. فهابقى أعمل معاكم طبعًا في رمضان في التفريزات طريقة عمايلي يعني في عصير البرتقان وكده وحفظه يعني في الفريزر عشان رمضان. فإحنا بقى زي ما قُلنا ما صُمناش من أيام ال10 أيام بتوع ذي الحجة، مقصّرين طبعًا. أنا يعني واحدة من الناس بصراحة قصّرت، لإن القناة شغلتني جامد أوي وخدت وقت منّي، وبعدين معلش بقى البيت وعيال، وأنا عندي ثانوية عامة وكمان عندي أولى ثانوي وعندي مرحلة تأسيس برضه تالتة ابتدائي، فالحمد لله على كل حال، ربنا يعيننا ويقدّرنا طبعًا على الحياة يعني. فزي ما أنتم طبعًا عارفين أعباء الحياة وكده، فجات القناة كمان شغلتني جامد أوي، فالواحد أنا حاسة إن أنا بعدت عن ربنا في الفترة اللي فاتت يعني بعدت كتير عن ربنا. هو الحمد لله يعني من الحسنات اللي موجودة إن الواحد محافظ على الصلاة، يعني أهم حاجة إن أنتِ محافظة على الصلاة، النوافل دي تيجي بعدين، بس النوافل مهمة طبعًا وبتقرّبنا لربنا. زي ما أنتم شايفين صينية السردين طلعت تحفة، مش عاوزة أقول لكم بقى الريحة وقتها كانت عاملة إزاي وأنا كنت صايمة بقى والدنيا كانت وشايفين العصير لمّا حطيت عليه اللي هو الجزر البودر ده، بصراحة ادّى له لون جميل أوي. فالمهم يعني قبل الفيديو ما يخلص مننا عاوزين نبدأ بقى نصوم قبل رجب علشان ندخل نصوم في رجب. هو طبعًا يعني مش سُنّة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نصوم ال3 أيام بتوع أول رجب، هي السُنّة إن إحنا نصوم اتنين وخميس والأيام القمرية اللي هي ال3 أيام القمرية من كل شهر عربي، بما فيهم شهر رجب. فإحنا هنبدأ بقى نستعد قبل رجب ما يدخل علينا، وبعد كده نبدأ نضبط الدنيا في رجب علشان رمضان يدخل علينا وإحنا الحمد لله يعني عندنا حصيلة. وكمان من ضمن الحاجات الجميلة إن أنا بدأت خلاص أحافظ على الورد القرآني بتاعي بعد ما كان ضايع مني، لأ الحمد لله بدأت أحافظ على الورد القرآني، فدعواتكم. فإحنا بنشجع بعض، مش ناكل ونشرب بس، لأ بنشجع بعض كمان القرب من ربنا والعبادات.
فيعني اذكريني بقى بدعوة حلوة منكم كده لو الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباحبكم في الله.